تخيل معايا انت نايم دلوقتي دماغك بيشتغل على حفظ وتعلم معلومات جديدة من غير ما تحس. هل الكلام ده حقيقي ولا بس خيال؟ هل فعلا النوم ممكن يخليك تتعلم اسرار جديدة وانت نايم مرتاح في السرير؟ دي ابسود 10 من سلسلة العلم بيقول ايه، كل تلات الساعة 3. تعالوا بقى نشوف اللي بيحصل فعلا أثناء النوم. هو مش بس راحة، لكن كمان دماغك بيشتغل على تثبيت اللي اتعلمته خلال اليوم. ده بيسموه التعلم خلال النوم، sleep learning، او الفاليديشن او الكونسوليديشن. لما بننام الدماغ بيدخل مرحله النوم العميق او مرحله تانية اسمها نوم الريم. المرحله دي الدماغ بيعالج الذكريات والمهارات اللي اتعلمناها خلال اليوم وبيحاول يحفظها ويرتبها في المخ. في دراسه من جامعه هارفارد اكتشفوا ان الذاكره بتتحسن لو الشخص نام بعد ما يكون اتعلم حاجه جديده، والدماغ بيعيد تشغيلها ويقوي الروابط العصبيه. لكن بقى هل ممكن نتعلم معلومه جديده وانت نايم؟ دي اسمها الهايبينوبيديا أو التعلم أثناء النوم. في دراسات قديمة كانت بتحاول تثبت إن حد ممكن يسمع كلمات أو عبارات أثناء نومه ويتعلمها، لكن النتائج كانت متضاربة جدا، غالبا ما بتكون متحددة على نوع معين من الكلمات زي الكلمات البسيطة أو الأصوات. أما بقى الدراسات الحديثة بتقول إن تعليم معلومة جديدة خلال النوم بيكون صعب جدا، إن مرحلة النوم العميق ونوم الريم بيكونوا مخصصين لمعالجة المعلومات اللي إحنا خدناها بالنهار، مش لاستقبال معلومات جديدة. لكن هنا اكتشفنا جانب مهم، هو إن النوم بيساعدنا على إعادة تنظيم دماغنا تاني، يعني بيقوي الاتصال بين الخلايا العصبية اللي اتكونت أثناء النهار. ده معناه إنك لما بتصحى بتلاقي نفسك بتفكر أسرع وبتتذكر أحسن. في تجربة مثيرة لما الباحثين عرضوا أصوات معينة على أشخاص نايمين، لاحظوا إن الدماغ بيكون قادر على تمييزها وبيحاول يعالجها، كأنه مش قادر يتعلمها بشكل كامل أو يحفظها كأنها معلومة جديدة. كمان في حاجة اسمها الموديفيبل سليب، النوم القابل للتعديل، اللي معناه إن أجزاء من الدماغ بتكون نشطة وقادرة على الاستجابة لأجزاء معينة، لكن مش بالقدر اللي يخليك تتعلم حاجة جديدة كليا وانت نايم. الخلاصة ان النوم مش وقت نتلقى فيه دروس او معلومات جديدة بشكل مباشر، ان هو وقت دماغك بيشتغل فيه على ترتيب وتنظيم المعلومات اللي داخله له بالنهار. فالنوم مش فصل دراسي جديد، كأنه الفترة اللي دماغك بيجهز نفسه بيها لأفضل أداء في اليوم الجاي. يعني عشان تتعلم لازم تتعب شوية وانت صاحي، والنوم بس بيكون هو الدعم السري اللي بيخلي التعلم دايما في أعلى مستويات. خطوة جديدة، درس جديد، واحنا دايما مع بعض في رحلة المعرفة.